بعد ما جربنا نحط معجون حراري غالي على معالج الاي 5 14600 كي قلل درجه حراره 4 درجات بس. والنهارده هنجرب قطعه الكونتاكت فريم واللي بتوزع الضغط على المعالج. هتقولي طب ما هو الاطار بتاع المذر بورد بيعمل كده، ايه الفكره؟ اعتبر ان الورقه دي المعالج بتاعنا، فالاطار بتاع المذر بورد لما يضغط على المعالج من الجنبين بيخلي فيه سنه ميلان. هو طبعا الميلان مش هيبقى بالاوفر ده، بس انا عشان بشرح لكم، فالاجزاء الجانبيه دي ما بتبقاش لامسه الكولر 100%. والمناسبه الورقه اللي انا عمال العب فيها دي شهاده تخرجي في جامعه عين شمس. وقطعه الكونتاكت فريم في منها مقاسات حسب نوع المعالج. فانا السوكت بتاع المعالج عندي ال جي اي 1700، فدي تنفع لمعالجات الجيل 12 وال 13 وال 14 لان هم نفس السوكت. وعشان نفك الاربع مسامير على المذر بورد هتحتاج مفك سداسي، هتلاقي فيه مفك سداسي جاي مع القطعه. وقبل ما تفك المسامير افتح الخطاف بتاع المعالج وبعدها تبتدي تفك المسامير وهتركب بعد كده قطعه الكونتاكت فريم. ولكن يفضل انك تخلع المذر بورد من الكيسه، وده لانك لما تفك الاربع مسامير قطعه الباك بليد في ظهر المذر بورد تتحرك، فلازم تمسك فيها وانت بتربط المسامير. فالاسهل انك تخلع المذر بورد من الكيسه عشان تعرف تربطه. نشغل الكيسه ونيجي بقى للتجربه. لما كنت مركب الاطار بتاع المذر بورد كانت اقل درجه حراره بتوصل 46 درجه، انما على قطعه الكونتاكت فريم اقل درجه حراره 43 درجه، يعني درجه الحراره اقل 3 درجات. ولما كنت بعمل ضغط على السوكت بتاع المذر بورد كانت درجه الحراره بتوصل من 96 ل 100 درجه، وجبت 1079 نقطه في برنامج سينا بنش. وبعد الاطار الجديد وصل درجه الحراره من 95 ل 100 درجه، يعني ما فرقتش كتير، بس انا جبت 1110 نقطه يعني زياده حوالي 3%. فالتجربه دي فرقت درجتين في درجات الحراره. وبشكر جدا شركه اليمامه ستور ان هم وفروا لي القطعه دي، وهتلاقي عندهم محل في الدور الارضي والدور التاسع في مول البستان، وكنت شاري برده منهم المعجون الحراري ده قبل كده. والتجربه الاخيره اللي هنعملها ان احنا نغير الكولر بتاع المعالج. فلو عايز تشوف التجربه دي اكتب لي في الكومنتات.